فاش كتفتح حسابك البنكي وكتلقاه ماشي ديالك. كتفيق الصباح وكتبغي دير ترانسفير بنكي باش تخلص المقاول ديالك او تشري ارض جديده. التحويل ما بغاش يدوز. كتدخل لابليكاسيون ديال البنك وكتلقى حسابك مبلوكي او مجمد فروزن. ما كاين لا انذار لا ميساج لا اتصال. في ليله وحده الحساب اللي فيه فلوس المشروع ديالك تجمد. ملايين ديال الدراهم معلقه في الهواء. هادشي ماشي شي قصه خياليه، هذه هي القصه اللي كيعيشها اليوم بزاف ديال المستثمرين العقاريين real estate investors في المغرب. كلشي كيبقى حابس ما عارف ما يدير. علاش تبروك الحساب؟ شكون اللي امر بهذا الشيء؟ واش كاين شي مشكل قانوني كبير ولا كانت عمليه تدقيق مفاجئه اوديت؟ تجميد المفاجئ للحسابات البنكيه ولا كيشكل اليوم اكبر ضرر على الفاعلين كبار وصغار في العقار؟ الجواب الصادم هو اللي غيخليك تعاود تفكير في كيفاش كتدخل فلوسك وكتخرجها في المشاريع ديالك. السلام عليكم، أنا بدر كريم وهذا هو برنامج IMO Fight Inside Stock. وموضوع اليوم ماشي مجرد خبر، هو تشريح دقيق لآلية التجميد الإداري والقضائي للحسابات البنكية وكيفاش تحمي جيبك من هذا الكابوس نايت مير. قبل ما نجاوبوا على السؤال الكبير كيفاش نتفادى التجميد، خصنا نفهموا 3 ديال الجبهات خطيرة اللي كتحكم في مصير فلوسك. قوانين مكافحة تبييض الأموال Anti Money Laundering، المراقبة والتدقيق ديال إدارة الضرائب Tax Administration، الدور ديال المحافظة العقارية في مراقبة المصدر التمويل Funding Source. دابا ندخلوا في الأسباب العميقة وراء القفل. باش نفهموا قرار التجميد خصنا نرجعوا للأصل ديال فلوسك. إدارة الضرائب والوحدات المالية عندها سؤال واحد حاسم: منين جبتي هاد الفلوس؟ أغلب حالات التجميد المفاجئ كتوقع بسبب واحد من هاد الأسباب الرئيسية. واحد، النوار، الكاش والتعاملات الكبيرة. الخطر الكبير فاش كدير إيداع أو سحب ديال مبالغ نقدية كبيرة ومتكررة كتفوت الحد القانوني اللي محدد. القانون كيشوف هادشي كعلامة خطر على تبييض الأموال أو تهرب ضريبي Tax Evasion. المشكل هو أن تحويل العقار إلى كاش أو شراء عقار بالكاش كيرد الحساب ديالك تحت المجهر في البلاصة. ثانياً، التناقض بين التصريحات الضريبية والرصيد البنكي. التناقض: كتصرح للدولة بدخل سنوي قليل وفجأة كيدخل لحسابك ترانسفير كبير أو مبلغ ضخم باش دير مشروع. هاد التفاوت كيشعل الضوء الأحمر عند إدارة الضرائب اللي كتشك في أن جزء من هاد الفلوس ما مصرحش به. النتيجة: تجميد وقائي حتى تجيب تبرير مصدر الأموال بوثائق رسمية. وثالثاً، التحويلات العشوائية بين الحسابات Suspect Movements. بعض المستثمرين كيحولوا مبالغ كبيرة بين الحسابات الشخصية ديالهم وحسابات الشركات دون ما تكون شي فاتورة أو عقد كيتبت علاش تدار هاد الترانسفير. هاد السلوك كيعطي انطباع ديال تشتيت الفلوس وكيخلي الوحدات المالية تطلب تجميد باش تحقق Investigation. البنكة كتشوف الرصيد كاين ولكن الشرعية القانونية ديال داك الرصيد ما كانش واضحة. هذا هو المعنى ديال القفل. فلوس موجودة ولكن ممنوع عليك تستعملها. دابا نمشيو لفن الدفاع، الوثائق اللي كتفك القفل. القانون المغربي دابا ولا صارم بزاف. اليوم أي مشروع فيه شك ديال مصدر التمويل ما كاين لا غرامة صغيرة لا صلح، كاين تجميد كأول إجراء وقائي Preventive Action. وهذا هو الدور ديالك، توثيق كل سنتيم كيدخل أو كيخرج. كيفاش؟ واحد، قاعدة الترانسفير البنكي Bank Transfer Rule. الدرس: جميع العمليات العقارية ديالك، شراء، بيع أرض، خلاص المقاولين، بيع شقق، خصها تكون عبر الترانسفير البنكي. هادشي هو اللي كيبين شرعية الفلوس وكيمكن تتبعها. تجنب نهائيا الدفع أو تستلم مبالغ كبيرة نقدا في تعاملاتك التجارية. ثانيا، وثائق إثبات المصدر Proof of Funds. الاحتياط: ديما خلي عندك ملف كامل موثق فيه مصدر فلوسك. إلا بعتي عقار احتفظ بعقد البيع ووصل الترانسفير البنكي. إلا كنتي مغترب قدم البنكة بانتظام شهادة الأجر ديالك في الخارج باش تبين أن التحويلات جاية من عمل قانوني legitimate. إلا كانت الفلوس ورث أو هبة ضروري توثقها بعقد موثق داخل أجال قانونية.
وثالثا الشفافية مع الموثق والإدارة. Transparency is key. القرار الحاسم ديما طلب من الموثق ديالك النوطير أنه هو اللي يسير العملية المالية بشكل كامل وتجنب الوساطة المالية الشخصية، وإياك تفكر تصرح بالثمن ناقص العقار باش تهرب من شي ضريبة. هذه المحاولة ديال التهرب هي السبب الرئيسي اللي كيخلي الإدارات تفتح تحقيق ضريبي كينتهي بالتجميد. الخلاصة والدرس الكبير: قصة التجميد المفاجئ ماشي مجرد عقوبة، هي درس وتحذير warning ورسالة قوية للسوق العقاري كامل. الاستثمار العقاري الناجح اليوم ما بقاش كيعتمد غير على شراء الأرض الرخيصة، بل على النظافة المالية fiscal compliance. الحساب البنكي ما كيطيحش فجأة، كان كيطيح شوية بشوية من اللحظة اللي بدات التعاملات بالكاش كتجاوز القانون والتصريحات الضريبية كتخربق ومصدر الفلوس كيتم تجاهله. التجميد هو بداية جديدة في المجال المالي، اللي بغى يستثمر ولكن يستثمر بالشفافية المالية الكاملة، لأن الفخامة ديال المشروع كتدوم ولكن المخالفات المالية كتفضح. إلا وصلتي لهنا بغيت نقول لك شكرا على المتابعة، وخلي رأيك في الكومنتير. واش عمرك تعرضتي لهذا الموقف؟ واش عندنا مشكل في إثبات المصدر ولا المشكل هو في الاستمرار على التعامل بالكاش؟ ما تنساش دير متابعة للقناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. في الحلقة الجاية غادي نكشفوا لكم كيفاش تستغل المزايا الضريبية للجالية المقيمة بالخارج MRA Advantages لتمويل مشاريعها بأقل تكلفة ممكنة. وإلى اللقاء.